اقترح عليكم سهرة استثنائية يؤمنها الصوت الغزاوي الفائز باللقب في برنامج أرب آيدول في نسخته الثانية ب 68 مليون صوت، محمد عسال. فلسطين يا أمي يا ساكنة دمي بتشتات الأهل بأحضانك أمي. الله يمسيكم بالخير. احنا بنحكي بفلسطين، الله يمسيكم بالخير، الله يمسيكم بالخير جميعا. إلى فلسطين، إلى أم البدايات وأم النهايات، إلى غزة، غزة العزة، غزة. وكانت سهرية كلها مشاعر وأحاسيس، والله بكينا شطحنا فرحنا وعملنا كل شيء. وتحيا تونس وتحيا فلسطين، وإن شاء الله نشوفها متحرة نهار من نهارات. السؤال مطروح، أنت اليوم جيت كمحبة محمد عسيف ولا كمساندة للقضية؟ باهي، أولا كمساندة للقضية الفلسطينية، ثانيا كوحش محمد عسيف خاطر عنده برشا مطلعش على المسارح وسورتو على كارتاج من 2015 كوا. رسالتك لشعبنا في فلسطين؟ كونوا صامدين، كونوا قويين، وإن شاء الله نهار من نهارات يجي نهار وتتحروا إن شاء الله يا ربي. قلبي قمر أحمر، قلبي بستان، فيه العروسة، فيه الريحان. قلبي قمر أحمر، قلبي بستان، فيه العروسة، فيه الريحان. والله الحقيقة يعطي الصحة، أبدع. مي الحفلة كملها في ساق قصيرة شوي، أما سينو عجبني بالحق. غنى بالكدا صوتو قوي مانيفيك الحقيقة. ايش نقول كمان؟ فيش طحين وفيش سكر في غزه، والكرحم الناس بتموت في غزه من الجوع، بطلوا يموتوا من الحرب ومن القصف، صاروا يموتوا من الجوع الناس. روعة روعة، رغم الظروف القاسية في فلسطين، رغم القهر والوجيعة اللي في قلب عساف ريناها اليوم، سهرية عدت روعة. تحيا فلسطين. جيت اليوم كمساندة لمحمد عسيف خاطر فلسطين، والا انت بطبيعتك تحب محمد عسيف؟ أنا ما قبل نتبع فيه في أرب آيدول، وجيت باش نساند القضية وجيت على خاطره. اليوم رسالتك شفناك متزينة بالعلم الفلسطيني بالشعارات، إن شاء الله تتحرر على خير. رسالتك لأهلنا في غزة؟ ربي معهم إن شاء الله. تحيا فلسطين.